حاجز لنا اماكن على الطياره. هنقعد هنا؟ فين؟ استاذ ناجي بعد اذنك، بدنا نروح لعند صديق اسمه سعد عبد الله بالاعظميه. مين سعد عبد الله؟ رجل صديق من اجمل رجال بغداد، هو استاذ تاريخ، رجل محترم، كان عايش عندنا بالشام، تعرفت عليه. هو لحاله هلا هو ومرته فقط بالبيت. بيته الحمد لله كبير وواسع وعندهم اوض فاضيه. انا حكيت معه، هو ناطرنا، اكيد راح يفرح فينا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا بابو القاسم. حبيب قلبي. اهلا بيك. شو اخبارك؟ الحمد لله. استاذ ناجي عطا الله. يا اهلا وسهلا. صديق المصري اللي حكيت لك عنه. يا اهلا وسهلا. استاذ سعد. تفضلوا تفضلوا. شرف. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل يا مدام، اهلا وسهلا. تفضلوا شباب. الأستاذ ناجي عطا الله رمز من رموز المقاومة، ومن أشد المعجبين بفكرة القومية العربية. الله يخليك يا أبو القاسم. حبيبي. ست كاميليا زوجته. عشان البتاع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والشباب دول كلهم اولادكم ان شاء الله؟ اولادنا. اولادنا؟ لا جبناهم امتى دول؟ زي اولادنا دول، اصلهم رمز من رموز الانتماء الرمزي، حينما يكون الرمز له مصداقيه معينه، وهذا يتبع ما سوف يكون بعد الرمز وما قبل الرمز. ان شاء الله. عمي سعد. نعم. الشباب ضيوفنا وغالين علينا، الله يرضى عليك، ما بدي حدا على الاطلاق يعرف انه في حدا عندك هون بالبيت. ولا توصيني يا ابو القاسم، الله يخليك، ولا توصيني. يلا يا شباب، يلا ولدي، يلا انتوا جنطكم قبل على الغرف الفوق، غيروا ملابسكم، انتوا ببيتكم ان شاء الله. وانا اقوم احضر العشاء. طب اجي اساعدك انا كمان. تفضلي تعالي. ولا جاي. تعالي. يلا انا بستاذن لحظه. معلش يا استاذ سعد، عملنا لك دوشه يعني. ولا تقول هذا الكلام استاذ ناجي، انتوا سعدتونا. انا وزوجتي بهذا البيت الطويل العريض، وحدنا، لا حد يزورنا ولا احنا نزور احد. انتوا راح تملون علينا البيت ان شاء الله. السلام عليكم. ارتاح ارتاح. اهلا. عمي سعد. نعم. هلا جارك هذا قليل الاخلاق ستوري، بعده ساكن هون ولا راح؟ اخ يا ابو القاسم، ما زال جاري، كوم احجار ولا هجار. مين ستوري ده؟ يا سيدي هذا جاره للاستاذ سعد، واحد قليل ضمير، ما بيخاف الله، لا اخلاق، لا ضمير، لا قيم، لا مبادئ. مره مع الامريكان، مره مع القاعده، مره مع الحكومه، مره ضد الحكومه، مره مع جيرانه، مره ضد جيرانه. يا رجل عنده استعداد يبيع امه وابوه كرمال دينار. اسمه ستوري؟ ده انا افتكرته امريكاني. لا هو اسمه عبد الستار، بس من كان صغير امه وابوه دلعوه سموه ستوري. ستوري ستوري لما كبر وصار ستوري. وبيشتغل ايه الستوري ده؟ عنده سيارة شحن كبيرة، شي يصدر بيها ما نعرف، شي يستورد بيها ما نعرف. على فكرة استاذ ناجي، كل سيارات الشحن بالمنطقة تفجرت إلا سيارة ستور. هنا عندنا القنابل ما شاء الله تندل طريقها زين، عندنا حتى القنابل تترشي.
مكتبتك حلوة قوي يا أستاذ سعد، دي كلها تاريخ. لما يكون الحاضر سيء والمستقبل مجهول تضطر تهرب للماضي، يمكن تلقي شيء تكمل حياتك فيه. الله عليك، الله عليك يا أستاذ. استاذ ناجي، انا مضطر امشي. انت هلا بايدين امينه، بين ايدينها النشمي، بس بودك انه انا ما راح اترك بغداد لحتى اطمن عليك بانك صرت بنص القاهره، اتفقنا؟ يلا السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا. والله مش عارفه اقول لك ايه يا حاجه فوزيه، طبنا عليكم كده مره واحده وقلبنا لكم البيت. لا تقولي نيتشي حبيبتي، عيني مدام كميلة انت اختي، وحتى نضال لما دخلت علي حسيت انها بنتي. حبيبتي انتوا اسعدتونا بوجودكم. حبيبتي احنا نقعد بالشهور وانا وسعد وما حد يدق الباب علينا، تقولين قاعدين بمعتقل. بالعكس حبيبتي انتوا نورتونا ومليتوا علينا البيت. ربنا يخليك يا رب. هي مدرسة الأستاذ سعد قريبة من هنا ولا بعيدة؟ هنا بنهاية الشارع، قريبة جدا. طب كويس، يعني المدرسة جنب البيت. نعم. يا ترى بقى بتشتغل طول أيام الأسبوع ولا أيام معينة في الأسبوع بس؟ لا بنشتغل ولا يوم واحد بالأسبوع. إزاي؟ هو هذا الحال ما بعد الاحتلال بالعراق. اكو مدارس واكو مدرسين ويقبضون رواتب ما كانوا يحلمون بها قبل الاحتلال، لكن لا تعليم ولا تدريس. أمال الرواتب بتاعتكم بتقبضوها على إيه؟ حتى نسكت، حتى ما نتكلم. وكثير من المدرسين مرتاحين على هاي الشغله، متونسين، يقضي ايام الشهر كلها بالبيت واخر الشهر يروح يستلم راتبه. انا من الناس استلم $500 شهريا. ومين اللي بيدفع المرتبات دي؟ اللي يجي من النفط يتوزع من عنده قسم قليل رواتب والباقي على اساس خدمات، وتماما ماكو خدمات حقيقيه. 70 مليار دولار تنصرف بدون ناتج، والمواطن بعيد عن مؤسسة الدولة. ماكو اقتصاد منتج، اكو اقتصاد مستهلك يا استاذ ناجي، اقتصاد يتيم. ويتيم ليه؟ احنا الشعب العراقي على اساس يتيم، فالحكومة والامريكان يوزعون لنا كل شهر صدقة حسنة حتى نعيش. والفلوس دي كلها بتترمي كده من غير فايدة يا أستاذ سعد؟ استاذ ناجي، هاي الدولارات، الآلاف الدولارات، المليارات الدولارات لما تنصرف بدون نتيجة معناها ما لها قيمة، والمواطن ما له قيمة. أكو بالمنطقة العربية مشاكل لا تعد ولا تحصى